احلى حاجه بقى انك تصحي الصبح كده في العيد اول يوم، تاكلي الكيكه دي كده مع شويه شاي ولبن. الله على المزاج على الصبح. بصوا عامله ازاي، هشه وطريه وجميله جدا. تعالوا بينا نشوف الطريقه ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه هحط 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه. تمام، يعني ايه؟ يعني اكون مطلعاهم من التلاجة من قبلها بشويه. هحط عليهم رشه من الفانيليا، وهحط عليهم كوبايتين من السكر، وممكن جدا نضربهم في الخلاط، بتبقى حلوه وسهله قوي. هميكسهم كده كويس مع بعض. وبعد كده حضرت نص كوبايه من الزبده او السمنه، وحطيت عليهم نص كوبايه من الزيت. تمام، هحطهم عليها وهقلبهم كويس جدا. وهستخدم كوبايه من اللبن الدافي، وخدوا بالكم هحتاج لبن تاني. بعد كده هحط عليها زبديتين. فايده الزبادي انها بتخليها طريه كده وحلوه. بعد كده دلوقتي هحضر المكونات الجافه، وهي عباره عن 4 كوبايات من الدقيق. تمام، عليهم كيسين بيكنج باودر. هنخلهم كويس جدا جدا مع بعض. اهم حاجه ننخل الدقيق مع البيكنج باودر، ده بيساعد على ان الكيكه كده تبقى هشه. بعد كده هحط رشه من الملح، وهبدا ان انا احط الدقيق على المكونات السايله. واهم حاجه بعد الخطوه دي لازم اقلبهم في نفس الاتجاه علشان ما نخرجش الهواء من الكيكه. زي ما قلت لكم احتاجت نص كوبايه من اللبن تاني، واللبن بيكون دافي. تمام، هقلبهم كويس جدا وهمكسهم مع بعض. انا هنا بقى بعمل الصينيه بتاعه الكيك نصين، يعني نص بالكاكاو ونص اللي هي الفانيليا بيضه. احنا بنحبها قوي كده، بتبقى طعمها حلو. ودي بقى العجينه دي بدهنها في الصينيه علشان تعمل طبقه عازله كده ما بين الصينيه وما بين الكيكه عشان ما تلزقش فيها. الطريقه دي حلوه جدا، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. بعد ما حضرت الصينيه هبدا ان انا احط النص اللي هو الفاتح، وجبت النص التاني حطيت عليه نسكويك، او ممكن تحطوا كاكاو اللي هو الغامق عادي، او كاكاو سايب براحتكم خالص. تمام، هنا طبعا الحبه اللي انا حطيت فيهم كاكاو زودتهم شويه لبن علشان بتنشف شويه. بس كده بقت جاهزه معايا اهو. وهظبطها واحطها في الصينيه، وبعد كده هدخلها الفرن يكون سخن من قبلها، ويكون على نار هاديه. يفضل انكم تعملوها من قبلها بيوم بالليل. تمام، وتاني يوم الصبح تقطعوها، بتبقى بقى طريه وجميله جدا. بس اهم حاجه تغطوا عليها علشان خاطر تبقى طريه كده. ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك. باي باي حلوين. احمي